لما بدأت في مجال الموشن جرافيك كنت فاكر ان اللوجو انيميشن او تحريك الشعار من الحاجات السهلة في المجال بتاعنا، وبعدين اكتشفت ان هي محتاجة حد شاطر ومحترف. ولما عدى وقت ومستواي اتطور عرفت بالظبط ايه هي الحاجات اللي تفرق ما بين تحريك ضعيف وتحريك احترافي، وده اللي هنتكلم عنه في الفيديو ده. انا احمد صقر، سينيور موشن ديزاينر، وانت بتشوف قناة موشن ويزر. طبعا احنا عندنا حاجات كتير ممكن تخلي الشغل بتاعنا احترافي، بس هنا في الفيديو هنتكلم عن 3 حاجات اساسيه بيتطبقوا في اي انيميشن، سواء اشتغلنا في اي حاجه ليها علاقه بالتحريك والانيميشن والمونتاج بصفه عامه. اول واهم تركايه او اول واهم قاعده على الاطلاق هي التفكيك. كل ما بفكك اللوجو بتاعي لطبقات اكتر كل ما بقدر اتحكم فيه بشكل احسن واخلي الانيميشن شكله احسن. لو جينا نبص على الشعار بتاع ملتقى المصمم العربي اللي انا كنت محركه، ممكن واحنا بنحلله حد يقول لي ده في نجمه هنا ونجمه هنا وفي تكست مكتوب هنا وتكست متداخل هنا والاطار ده وخلاص. لكن اللي انا عملته ان انا قسمت الشكل ده لتقريبا اكتر من 50 لاير. التقسيم ده هو اللي خلاني اقدر احرك الشعار بشكل حلو وجميل واقدر اتحكم بكل تفصيله فيه. فانا قسمت هنا الحاجات الاساسيه اللي اتكلمنا عنها، زي النجمه كده وزي التكست ده وزي الاسترابه دي وزي الاطار الخارجي، وكمان قسمت كل حرف لوحده وقسمت كل تشكيل لوحده. ومش بس كده، لو انا جيت مسكت الحرف ده بالشكل ده هلاقي حتى الحرف الواحد متقسم لاكتر من لاير. لو جيت هنا برضو عند كلمه المصمم هلاقيها متقسمه لاكتر من لاير. فهنا انا مخلي الجزء ده كده لوحده ومخلي الجزء ده كده لوحده. احنا ممكن نشرح قسمناهم ازاي بعدين، لكن بشكل عام انا ممكن اعمل دوبليكيت لللاير دي واتخيل الرسمه بتاعتي وانا برسمها بيكون شكلها ازاي. وطبعا لازم اكون في الاول قررت انا هحرك الشكل بتاعي بانهي طريقه او اي تكنيك. فهنا انا كنت قررت ان انا هخلي الشكل ده يتكتب، وعشان خاطر يتكتب بدون ما يحصل ديفوهات وبدون الخطوط ما تدخل على بعضها، فجيت عملت دوبليكيت لكل كلمه وخليت الجزء ده الاول لوحده وبعد كده الجزء ده لوحده وهكذا. وانا بشتغل في التقسيم كنت حاطط في دماغي ان الحركه يكون فيها نوع من انواع التتابع، وبالتالي راعيت ده وانا بفكك اللايرات بتاعتي. وفي نفس الوقت قسمت التشكيل بتاعي، قسمت كل حاجه. ده بيخلي الانيميشن بتاعي شكله حلو، وفي نفس الوقت الموضوع مش بياخد المجهود اللي احنا متخيلينه. كل ما بفكك كل ما بقسم كل ما الدنيا بيبقى شكلها احسن. تاني حاجه معانا هي التوقيت او النعومه. توقيت والنعومه حاجتين وكنا اتكلمنا عنهم في الفيديو الخاص بقواعد الموشن العشرة، لكن انا هنا دخلتهم في تركايه او في تب واحده لان هم فعلا بيشتغلوا مع بعض. طبعا زي ما احنا عارفين لما بنتكلم عن التوقيت او التايمنج فاحنا نقصد العنصر لما اتحرك من مكان لمكان خدها في وقت قد ايه، ده بغض النظر عن الايزنج. فبالتالي هو جه من المكان ده الى المكان ده في حوالي 20 فريم، بعد كده عمل بقيه الانيميشن بتاعه اللي هو اتحول من الدايره لشكل النجمه في حوالي 40 فريم تقريبا. ودي نقطه مهمه جدا جدا جدا، على حسب الانيميشن اللي انا بعمله وعلى حسب الباث اللي بيمشي معايا على قد ما بدي تايمنج كويس. في ناس بلاقيها بتحرك الانيميشن بتاعها في حوالي 10 فريم او 15 فريم. لو احنا جينا هنا نبص على الانيميشن ده هنلاقيه بيتحرك بنعومه وسلاسه وبشكل لطيف. لو انا جيت هنا خدت دول كلهم وحركتهم في حوالي 20 فريم بس وهي حركه قويه، هلاقيها معموله بشكل سريع جدا ممكن ما تبقاش لايقه مع الانيميشن بتاعي. واحنا كنا اتكلمنا في فيديوهات قبل كده عن موضوع اختيار طريقه التحريك وازاي اختار طريقه التحريك المناسبه مع الانيميشن بتاعي او المناسبه مع البراند بتاعي. فاللي انا هستفاده هنا ان انا ما اعملش انيميشن ياخد 5 فريم او 10 فريم، محتاج الانيميشن ياخد وقته 20 او 30 او 40 فريم، خاصه لو كانت الحركه فيها تفاصيل كتير، لان انا لسه هديله نعومه. الحاجه الثانيه النعومه مهمه جدا جدا جدا. لما انا باجي اعمل الحركه دي بالشكل ده لازم يكون فيها نوع من انواع النعومه، لان هي لو داخله بخط مستقيم هيبقى شكلها مش احسن حاجه وهتاثر على الشكل العام ومش هتخلي العناصر تتداخل مع بعض بشكل كويس. فدايما لازم اكون عامل نعومه بناء على التخيل اللي عندي او التصور اللي عندي. طيب بقدر انا اعمل حركه ازاي؟ بنعمها عن طريق ان انا اول حاجه بعد ما بعمل الفريمات بتاعتي بعلم عليها وادوس F9 وبعد كده اخش على الجراف ابدا العب بيه بالحركه اللي انا متخيلها او بالحركه اللي انا عاوزها. وطبعا انا بعمل كده على حسب الخبره اللي عندي وعلى حسب الريفرنس اللي موجود وعلى حسب ما انا بدرب نفسي باستمرار على الانيميشن وعلى تحسين الانيميشن بتاعي. القاعده الثالثه او التب الثالثه اللي معايا اللي ما تقلش اهميه ابدا عن القاعدتين اللي فاتوا هي الاوفرلابنج او التداخل. مفيش انيميشن بيتحرك لوحده. لو انا عندي مجموعه من العناصر هنا ما اقولش ان انا هحرك النجمتين دول لوحدهم بعد كده هحرك النجوم دي لوحدها عشان خاطر الناس تلحق تشوف. حلاوه الانيميشن ان هو بيكون محاكي للطبيعه. لو انت جيت تشوف اي حركه طبيعيه هتلاقي الحركات متداخله. لو واحد مثلا ماشي في الشارع وماسك كوبايه نسكافيه بيشرب بيها، فهو وهو بيشرب ايديه بتتحرك
بيتحرك وراسه بتتحرك وشعره بيتحرك وجسمه بيتحرك والنسكافيه بيقع، وكل ده بيحصل في نفس الوقت. الحاجات بتحصل على التوازي وبشكل متداخل، مش بتحصل على التوالي. الكلام ده بيفرق جدا وبشكل اكبر لما باجي اعمل تكست، سواء بكتبه او بدخله بسكيل او اوباستي او بدخله بالشكل اللي احنا عاملينه هنا. لو جينا نفتح اللاير بتاعه التكست هلاقي ان الحاجات كلها بتبدا ان هي تتشكل مع بعض بالشكل ده، مش بستنى لما عنصر يخلص والتاني يبدا. في نقطه مهمه جدا 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 هنا، ان لما الناس ساعات بتحب تعمل اوفرلابنج، ودي خطا شائع، بيجي يعملوا الاوفرلابنج في الاخر. بمعنى انا دلوقتي عندي الشكل ده بيتكون تقريبا في حوالي 20 او 21 فريم، مش الشكل كله. انا هنا بتكلم عن تكست واحد اللي هو حاجه زي دي، خد معايا 20 فريم. ففي ناس لما بتيجي تعمل بيستنى لما الشكل ده يقرب يخلص، بعد كده يبدا يدخل الشكل اللي بعده. لا، الاوفرلابنج دايما بيتعمل مع بدايه الحركه. يعني ايه؟ انا بدايه الحركه عندي دي هنا، فاللي بعدها المفروض تبقى بعد 3 فريم او 4 فريم او 5 فريم. هل دي قاعده ثابته؟ لا مش ثابته، بس غالبا دي بستخدمها كتير، خاصه لما اغلب الحركه تكون قويه في البدايه. فبالتالي خلال اول كام فريم هنا الحركه بالفعل اتشكلت، وبقيه الحركه عندي بتتم خلال وقت اطول. فلو كان مثلا القمه اللي موجوده دي موجوده في الحته الفلانيه او موجوده في الجزء ده، فانا هخلي التداخل بتاعت اللاير اللي بعدها بعد القمه العاليه دي بحوالي 2 او 3 فريم. الموضوع مش حفظ، الموضوع بنتفرج، بنشوف كويس، بنحاول نحلل الحركه، وبنحاول بعينينا نشوف التداخل ده مظبوط ولا مش مظبوط. الحاجه الثانيه برضه في موضوع التداخل اللي احنا طبقناه هنا في اللوجو بتاع المصمم العربي، ان احنا عندنا تكست انيميشن بيترسم، وعندنا عناصر بطلعها بسكيل واوباستي وهكذا. فانا عاوز ان الكلمه وهي بتتكتب هنا يبقى الشكل ده يبدا يظهر، وبعد كده الكلمه لما تخش على حاجه قدام يبدا يظهر حاجات تاني وهكذا. طبعا احنا مستخدمين حاجات تانية وفي تريكات تانية ان شاء الله هنقولها في فيديو جديد، بس انتوا اكدوا عليا لو النوعيه دي من الفيديوهات مهمه ليكم. انا شخصيا بعتبر الفيديوهات دي هي اهم فيديوهات في القناه، لان هي بتاسس الناس بشكل صح وبتنفعهم دايما سواء دخل اي او لا، لان هي بتفهمنا الاساس بتاع الانيميشن وبتاع التحريك، وتفهمك حتى لو اتعاملت مع الاي ازاي تدخل له مدخلات بشكل صحيح. فاذا انت حابب النوعيه دي من الفيديوهات، حاول لايك، كومنت، وصل لي انك فعلا مهتم بيها، حاول تنشرها عشان نوصل لناس اكتر. الى اللقاء في فيديو جديد، سلام يا صديقي.